هنا عاش الفنانة فردوس محمد، فنانة من أشهر فنانات السينما المصرية، لقبت بأم السينما المصرية، وكانت أحن وأجمل أم مصرية في الفن المصري. تعالوا ما نحكي حكاية الفنانة فردوس محمد ونشوف العمارة اللي كانت ساكنة فيها في 127 شارع رمسيس الأزبكي. بتعد الفنانة فردوس محمد واحدة من أشهر أمهات السينما المصرية، هم لقبوها باسم أم السينما المصرية، وامتدت مسيرتها الفنية من سنة 1935 لحد سنة 1961، وده من خلال عشرات الأفلام اللي قدمتها في السينما. فنانة فردوس محمد اتولدت في 13 يوليو سنة 1906 في